هل عمرك كنت قاعد مع حد وحسيت إن في حاجة غريبة في كلامه؟ الكلمات شكلها عادية، بس إحساسك بيقولك في حاجة مش مظبوطة؟ ده لأن عقلك الباطن التقط إشارات صغيرة من لغة الجسد، من نبرة الصوت، ومن تعبيرات الوش، ومن غير ما تحس بدأ يحللها. وده اللي بنسميه فهم عقول الآخرين من خلال اللغة والإيماءات. الناس فاكرة إن التواصل كله بالكلام، بس الحقيقة الكلام بيمثل حوالي 7% بس من التواصل. الباقي كله لغة جسد ونبرة صوت وتعبيرات وش. يعني ممكن حد يقولك أنا تمام، بس نبرته ونظرته ووضع جسمه يقولوا العكس تماما. تعال أقولك إزاي تفهم اللي قدامك بذكاء. هنقسمها لحاجتين: لغة الجسد واللغة اللفظية. أولا لغة الجسد، بص في العيون كويس. اللي بيبصلك بثقة غالبا صادق ومهتم، لكن اللي بيهرب بنظره ممكن يكون متوتر أو مش مرتاح. بس خد بالك، مش دايما كده. أوقات التوتر ملوش علاقة بالكذب، كمان حركة الإيدين ليها معنى. اللي ضامم إيده على صدره بيحاول يحمي نفسه، واللي بيحرك إيده كتير جدا عايز يقنعك بأي طريقة. ولو بيلمس وشه أو شعره وهو بيتكلم، ده غالبا توتر أو قلق. حتى الوقفة والجلوس ليهم معنى. اللي واقف مستقيم ومميل ناحيتك ده مندمج ومهتم، لكن اللي جسمه متوجه بعيد غالبا عايز ينهى الحوار. ثانيا اللغة اللفظية، الكلام. الكلمات نفسها بتكشف طريقة التفكير. اللي بيقول دايما أنا شايف بيفكر بالعقل والمنطق، لكن اللي بيقول أنا حاسس ده بيتكلم من قلبه ومن مشاعره. ولو حد بيكرر كلمات زي بصراحة، صدقني، على فكرة، اعرف إنه بيحاول يقنعك بحاجة هو نفسه مش واثق منها. كمان نبرة الصوت مهمة جدا. الصوت العالي المفاجئ غالبا دفاع أو انفعال، والصوت الهادي الرتيب ممكن يكون حزن، ملل، أو فقدان اهتمام. طيب، تستخدم ده إزاي؟ أولاً، لاحظ أكتر ما تتكلم الناس بتكشف نفسها في التفاصيل الصغيرة جدا. تاني حاجة، ما تستعجلش في الحكم. مش كل حركة معناها كذب، ولا كل سكوت معناه صدق. افهم الموقف كامل قبل ما تحكم. وثالث حاجة، استخدم نفس لغتهم. يعني لو اللي قدامك بيتكلم بهدوء، متعليش صوتك. ولو بيتكلم بحماس، خليك على نفس الموجة. كده بتخلق تناغم وبيحس إنك فاهمه فعلا. وفي النهاية، فهم الناس مش سحر، دي مهارة بتتعلمها بالملاحظة والهدوء والصبر. ولما تتقنها هتعرف تقرأ اللي قدامك من نظرة أو كلمة أو حتى من سكتة.